اليوم غندويو على اكبر عمليه نصب وقعت ليوتيوبرز كبار بلا ما يعقوب والو، واللي عاد يلا تفضح مؤخرا بسبب واحد الاشهار كيديروا لشركه هوني. قبل ما نبداو، الا كنت اول مره غتشوفني دير معاك شي لايك وطابونا في لاشين درتيها. نبداو. Do you have Honey installed? What's honey? Oh, no. Honey. Honey is a free browser extension. Join Honey. Join Honey. Join Honey. 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 Join Honey. اول حاجه خصنا نعرفوها شنو هي هاد هوني. هوني هي واحد الاضافه كديرها في المتصفح ديالك، سواء كان جوجل كروم او فايرفوكس. المهمه ديالها انها كتساعدك تلقى افضل اكواد الخصم على المشتريات ديالك من الانترنت. المفهوم ديالها بسيط، فاش كتكون كتشري شي حاجه من شي موقع مثلا، هي كدير بحث على التخفيضات المتوفره وكتحط لك الكود تلقائيا في الشكاره ديالك باش تستفد من التخفيضات بلا ما تحتاج تقلب براسك على شي كود ديال الخصم. ولكن السؤال هنايا، واش هوني كانت كدير هادشي بوضوح ولا كانت كتخبي شي حوايج اخرين؟ في 21 ديسمبر 2024 خرج واحد اليوتيوبرز نيوزيلندي معروف كمحقق تقني، وقال بانه كان كيحقق في خدمه هوني ولقى انها كدير تلاعب كبير على اليوتيوبرز او صناع المحتوى بصفه عامه. اول حاجه قالها هي ان هوني كانت كتبدل الروابط ديال المؤثرين، يعني فاش يوتيوبرز كيشارك مع المتابعين ديالو شي رابط فيه خصم وكيتبع هذا المنتج من الطرف ديالو، المفروض ان المؤثر خاص يتخلص من هذه المبيعه. ولكن في الحقيقه هوني كانت كتبدل هذا الرابط وكتستعمل الرابط ديالها وهي اللي كتاخذ الفلوس بلاصه المؤثر. ولكن كيفاش كدير ليها؟ الموضوع بسيط. هوني كانت كتبدل ملفات التتبع ديال اليوتيوبرز ملفات التتبع ديالها، وبهذه الطريقه كدي هي الفلوس اللي المفروض يديها اليوتيوبر. وتاكد هذا الشيء من بعد ما خرج واحد من المؤثرين اللي تعاملوا مع هذه الشركه وقال بانه ربح $35 على واحد المبيعه كان دارها، ولكن توصل غير ب 0.89 بلاصه $35، اي انه ما كاملاش حتى 10 دراهم. وظفك على نصبه كي دايره. تخيل معايا ان هذا الشيء غير على مبيعه وحده، واليوتيوبرز الكبار بحال مستر بيست كانوا كيبيعوا الملايين من المنتوجات. فراه ما وقفاتش غير هنا، على حسب ما اكتشفوا من بعد ان هوني كتختار لك العروض على حسب الشركات ديالها من المواقع الاخرين، يعني انه ممكن تخبي العروض الاكثر فائده للمستخدمين غير باش تروج للعروض اللي عندها شراكات معاهم. وهذا التلاعب كان كيضر المستخدمين بلا ما يعرفوا. في 2020 شركه باي بال شرات هوني ب $4 مليار، والشيء الصادم هو ان باي بال كانت كتسهل لهوني انها دير هاد التلاعبات، بما ان باي بال عندها قدره ضخمه في الدفع الالكتروني. فراه كانت كتسمح لهوني دير شراكات مع المتاجر وكتضمن لهم انها تعرض غير العروض ديالهم وصافي. حتى في الشروط ديال هوني لقيت انها كتقول باللي ما كانش ضمان انك غادي تلقى احسن عرض، يعني من الاخر هاد الشركه نصابه. فراه ما يمكنش شحال من واحد نصبات عليه وربحت على ظهره ملايين الدولارات، اولهم مستر بيست. هنا غنكون وصلنا للنهايه. ما تنساش تخلي شي لايك، وإلا كانت عندك شي فكره وبغيتيني ندوي عليها بديرها لي في كومونتير. كان معكم بدر، تهلاو.